النهاردة هنكمل سلسلة أسئلة الانترفيو، وهنتكلم عن واحد من أهم الأسئلة دي، وهو استخدامات الباص داكت والمقارنة ما بين الباص داكت والكابلات. معاكم مهندس محمد راجي، ودي قناة باور انرجيا. يلا بينا نبدأ الفيديو. ولكن قبل ما نبدأ في المقارنة ما بين الباص داكت والكابلات، هنتكلم الأول عن استخدامات الباص داكت. فإيه هي الحالات اللي بنلجأ فيها لاستخدام الباص داكت بدلا من الكابلات؟ بنلجأ لاستخدام الباص داكت في حالات مختلفة. فأول استخدام للباص داكت بيكون في الأماكن اللي بتحتاج لاستخدام عدد كبير من الكابلات، وبالتالي تكلفة كبيرة، وهيبقى الشكل الجمالي مش كويس، وبالتالي بيفضل استخدام الباص داكت في الحالة دي. فعلى سبيل المثال في المباني السكنية العالية والأبراج بيتم استخدام الباص داكت بدلا من الكابلات في الصواعد، لأنها بتكون أقل من حيث العدد والمساحة وكمان التكلفة، وبتدي شكل جمالي أفضل. فلو عندنا مثلا برج مكون من 20 دور، فهتكون تكلفة إن تكون الصواعد باص داكت أقل من إن لو كانت الصواعد دي كابلات، بالإضافة لأن مساحة الباص داكت المستخدم هيكون أقل من مساحة الكابلات. أما تاني حالة بيتم فيها استخدام الباص داكت بتكون في حالة استخدام كابلات شايلة تيارات عالية وطالع منها تفريعات كتيرة على طول مسارها، ففي الحالة دي بيتم استخدام الباص داكت بدلا من الكابلات، لأن الباص داكت بيتحمل تيارات أعلى لنفس مساحة المقطع مقارنة بالكابلات. أما تالت حالة بيتم فيها استخدام الباص داكت هو إن يكون مكان الأحمال اللي هيتم تغذيتها قابل للتغيير من وقت للتاني، زي مثلا أجهزة الكمبيوتر واللابتوب اللي بيكونوا على المكاتب، فمن الممكن تغيير مكانها من مكان لمكان تاني، أو تغيير مكان المكتب في الأوضة. في الحالة دي بيكون تغيير مكان البلاجن يونت اللي متركبة على الباص داكت أسهل بكتير من لو كنت مستخدم كابلات بدل الباص داكت، لأن في حالة الكابلات هتضطر إنك تغير منظومة الكابلات وتضطر تكسر في الجدار وتنقل الكابلات وهكذا، وبالتالي ففي الحالة دي بيكون استخدام الباص داكت أفضل. ونيجي دلوقتي للجزء التاني من السؤال، وهو المقارنة ما بين الباص داكت والكابلات. والجزء ده هنجاوبه في شكل مميزات الباص داكت مقارنة بالكابلات، ومميزات الكابلات مقارنة بالباص داكت. فبيتميز الباص داكت عن الكابلات أول حاجة إن الباص داكت بيتحمل تيار أعلى لنفس مساحة مقطع الموصل مقارنة بالكابلات، وده بسبب غياب طبقات العزل اللي بتكون موجودة ومستخدمة في الكابلات ولكن ما بتكونش موجودة في الباص داكت. أما تاني ميزة للباص داكت هي إننا سهل ننقله أو ننقل الأحمال المتوصلة عليه بمنتهى السهولة، وسهل نعدل في منظومة الباص داكت مقارنة بالتعديل في منظومة الكابلات زي ما وضحنا في استخدامات الباص داكت. طيب، دي هي الحاجات اللي بتميز الباص داكت عن الكابلات. طب إيه هي النقط اللي بتميز الكابلات عن الباص داكت؟ بتتميز الكابلات بإن الريليابيليتي بتاعتها عالية، اللي هي الاعتمادية، وبالذات إذا كانت الكابلات متوصلة بشكل مستمر وبدون وصلات من أول نقطة التغذية لحد الحمل، على عكس الباص داكت اللي لازم يكون فيها وصلات، وبالذات عند الأماكن اللي فيها منحنيات، والوصلات دي بتتسبب في أعطال ومشاكل كتير. وبالتالي بسبب إن الباص داكت بتحتاج دايما لوصلات، وبالتالي بتحتاج لملحقات معاها أو ما يعرف باسم الأكسسوارز، علشان نعمل تغذيات فرعية للأحمال على طول مسار الباص داكت على عكس الكابلات. وفي فيديو كنا عاملينه قبل كده على القناة بيتكلم عن الأكسسوارز الخاصة بالباص داكت واستخدام كل حاجة فيهم بالتفصيل وإمتى بنستخدمها. فلو انت ما شفتش الفيديو ده هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت الفيديو. أما تاني حاجة بتميز الكابلات عن الباص داكت هي إن الباص داكت بيحتاج لصيانة دورية كتير بسبب استخدامنا للوصلات والأكسسوارز اللي احنا اتكلمنا عليه، على عكس الكابلات. ودي هي كانت النقط اللي بتميز الكابلات عن الباص داكت. وبكده يبقى احنا شرحنا ايه هي استخدامات الباص داكت، وشرحنا المقارنة ما بين الباص داكت والكابلات. فلو عندك اي معلومة حابب انك تضيفها او اي سؤال تقدر تسيبه لنا في الكومنتات. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.